السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البتاع ده مش شغال، انا بس كنت بصور بيه صورة للفيجن بورد بتاعتي بتاعت 2025 وحسيت ان هو حلو اني اصور بيه الانترو. anyways، لو ناوية تعملي فيجن بورد ل 2025 لازم تشوفي الفيديو ده قبل ما تعمليها، او اي سنة جديدة. لو بتشوفي الفيديو ده في اي سنة وناوية تعملي فيجن بورد للسنة الجديدة لازم تشوفي الفيديو ده قبل ما تعمليها، عشان ما تقعيش في نفس الغلطات اللي انا وقعت فيها السنة اللي فاتت، واللي خلتني اجي عند شهر 7 أو 8 اشيل الفيجن بورد من على الحيطه، وفكرت اني اقطعها، بس بعد كده رجعت في كلامي الحمد لله، وبس خبيتها تقريبا لحد شهر 10 أو 11، وبعدين طلعتها تاني لانها كانت بدات ان هي تحبطني وتحسسني بالضغط وبالعجز، بدل ما هي المفروض اصلا تشجعني. فقررت اعمل فيديو اتكلم فيه ايه الغلطات اللي انا عملتها في الفيجن بورد بتاعتي بتاعت السنه اللي فاتت، وان شاء الله ان شاء الله هتداركها في الفيجن بورد بتاعت السنه الجايه، لان انا I didn't quit الفكره، يعني لسه هعمل فيجن بورد ان شاء الله، بس هصلح شويه حاجات، فقلت طب ما اصلحها وانا بقول لكم ازاي انتوا كمان تصلحوها او ما تغلطوهاش اصلا. فيلا بينا نبدا الفيديو، بس انا مش هديكم البوينتس في شكل بوينتس عشان هي مش محاضره، احنا هنشوف سوا الفيجن بورد بتاعتي بتاعت السنه اللي فاتت وهنتعلم فيها. دي الفيجن بورد بتاعتي، حيوني على تنسيق الالوان وقد ايه شكلها جميل بجد. ويلا نبدا نعلق على حاجه حاجه. اوكي، اول هدف ما تحققش، يعني اديكوا شايفين الخاتم اللي في ايدي شكله ايه، بس والله بجد المكان، بصوا انا كنت حاطه الصوره دي بالذات مش اي صوره فرح، عشان ده المكان اللي انا نفسي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اعمل كاتب كتابي فيه قريب. بنفس الديكوريشن. صوره البنت شكلها برنسس، شكلها قمر، بس يعني ان شاء الله اكون بالحجاب، فالصوره الفايب بتاعتها واو بجد يعني. يا رب اكتبها لي قريب، بس سامعيني يا رب، دي امنيه، ده حلم، ده دعاء مش هدف. الاهداف اللي بنحطها في الفيجن بورد، فيجن بورد بالعربي يعني لوحه اهداف، المفروض نحط حاجات نقدر نسعى ليها. اول غلطه ممكن نعملها في الفيجن بورد ان احنا نحط حلم او امنيه او حاجه هي مش بايدينا ان احنا نتحرك ناحيتها. فيجن بورد بالعربي هي لوحه اهداف، فالاهداف هي الحاجه اللي انا اقدر اتحرك ناحيتها. فسنس ان احنا بنات مش هنروح نتقدم يعني، فتعملي ايه في الجواز؟ كلميني عن نفسك. فدي ممكن ندعي بيها ربنا، بس ما نحطهاش في لوحة الأهداف لأن هي حاجة مش هنقدر نتحرك لها، فاهمة قصدي؟ فبنحط في لوحة الأهداف مش الأمنيات اللي كأن نفسنا إن العالم يديها لنا. أو نحط حاجة تانية وهي state of mind او حالة او عقلية انا عايزة اكون فيها السنة دي وهتحرك لها بقى دي. يعني مثلا انا السنة دي عايزة اكون اقل في الهرولة، عايزة اعيش slow living، يعني استمتع بحياتي، اقلل الجدول بتاعي او التودو ليست بتاعتي كل يوم فاقدر اتحرك ببطء اكتر، اصحى بدري عن ميعادي شوية فاحظى بنهار ما فيهوش جري ورا نفسي. دي كلها ايه؟ عقليات. استمتع بالاكل، استمتع بالخروج مع صحابي، استمتع بالتمشيه في الطبيعه، فدي كلها سلو ليفنج. ممكن احط بقى هنا صور تعبر عن الستيت اوف مايند دي او عن الحاله دي. اعتقد مش فاكره قوي لاني عملت الفيجن بورد دي في شهر 2، بس اعتقد ان انا كنت حاطه صوره البارتنر دي بنفس الهدف، اللي هو عامة انا كان بقالي فترة طويلة بحس ان الشغل واخد مساحة كبيرة قوي من اهدافي، فتقريبا انا كنت حاطاها بالهدف ده، اللي هو لا انا يعني انا عايزة السوشيال لايف او الحياة الاجتماعية والاجتماعيات يبقى ليها مكان في الفيجن بورد بتاعتي، اعتقد مش فاكرة. بس يعني هقول لنفسي المبرر ده عشان اقول لنفسي ان انا حققت الهدف ده، لان انا السنة دي مقارنة بالسنين اللي فاتت او باخر سنتين قبلها، لا السوشيال لايف بتاعتي خدت نصيب كبير من اوكي جود فور مي. بعد كده عندي هنا دول هدفين في هدف. كان نفسي جدا اعمل عمره السنه دي وكنت ناويه، بعدين اختي لفتت نظري قالت لي علي احنا ما حجناش، الاولويه نحج، فقدمت على الحج فعلا السنه دي اللي هو حج 25، بس للاسف ما اتقبلتش، فان شاء الله ان شاء الله السنه الجايه اقدم على الحج تاني، يا رب يا رب يا رب اتقبل. تاني حاجه والله دي بجد مش رياء، يعني بجد دي حاجه ليكو. انا السنه اللي فاتت عرفت ان احنا لازم نصلي الصلوات. لو حد فينا كان فتره من حياته مش ملتزم بالصلاه، الصلاه مش بتتساقط
الصلاة فرض، فحتى لو قبل كده ما صليناش الحاجات فوتنا صلوات لازم نعوضها. السنة اللي فاتت الحمد لله بدأت أحط جدول إني أخلص الصلوات من اللي عليا. حطيت رقم كده يعني بالتقريب، طبعا أنا معرفش الرقم أكيرت، بس ربنا يسامحني لو كنت حطيت رقم أقل. وبدأت السنة اللي فاتت، والسنة دي كنت عايزة أعمل صلوات 100 يوم. هنا في أرقام لأن الفيجن بورد دي عملتها في شهر 2، فللأسف ما وصلتش ل100 يعني للأسف. دعولي دعولي دعولي. وانتوا كمان لو انتوا في أي فترة من حياتكم ما كنتوش ملتزمين في الصلاة حطوا ده. ماشي، عايزة تعالوا ناخد دي الأول. ده بالنسبة لي كان بيريفير تو استوديو تصوير، عشان أنا نفسي أعمل برنامج فني. في البداية كنت عايزة أعمله في التلفزيون، بعدين جات لي فكرة إن أنا أعمله على قناتي هنا على يوتيوب، بس بصراحة ما اديتلوش أهمية قوي أو ما ساعدش ليه كفاية خلال السنة دي. حتى الجملة بتاعت I'm ready for more and more، عشان كان قصدي فكرة الإكسبوجر، يعني إن أنا عامة السنة اللي فاتت كان هدف حياتي إن أنا، وأنا أصلا ده هدف كبير عندي، بحب الحاجات الضيقة، يعني بحب العلاقات الضيقة، الدوائر الضيقة، بحب أثر في عدد محدود من الناس كده، لأن أنا بتواصل ديبلي قوي مع كل الناس اللي في حياتي، فما بحبش البهوأة أو الدوائر الكبيرة. فكنت بقول لنفسي لا، أنا مستعدة تو اكسبوز يعني. فده كان بالنسبة لي سيت لبرنامج ما اهتمتش بيه السنة اللي فاتت، بس من يومين شفت حد بيعمل حاجة شبهه، حسيت بغيرة فظيعة بصراحة، ربنا يبارك له، بس أنا كمان عايزة. فإن شاء الله السنة دي هسعى ليه جدا جدا جدا. ادعوا لي بجد. غلط الصورة دي ان انا اوريها لكم، بس يعني بنت فت وفي نفس الوقت مش رفيعة، عشان ده الجسم اللي انا بحبه اكتر حاجة وقريب مني بصراحة، فمش عايزة استهبل يعني ايه واقول جول بعيد، بس برضو محققتوش. ده مود اكتر. تخيل يعني لما شفته كده حسيت ان ده الاستوديو، it could be my studio. دي ترابيزة اجتماعات، شنطة حد، كراسي، ناس بتعمل ميتنج، اللي ورا دي ممكن تكون اورجانايزر. فمش عارفة، حسيت انه حلو. الحمد لله السنة دي فعلا كان بقى عندي تيم اكتر من بتاع السنة اللي فاتت، بنات تحفة. صحيح ما عملناش ترابيزة اجتماعات، بس بنات تحفة. ما وصلتش لاني اجيب دول، ما عملتش الحاجات اللي هي الخشب والحاجات دي، بس جبت اورجانايزرز كتير السنة دي، والاستوديو عامة بقى منظم اكتر كتير 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 من السنة اللي فاتت الحمد لله. دي هتكلم فيها مع دي ودي. هنا مكتوب ايه؟ I get paid for being me. ماشي. وده انا تخيلت ان الكوميونتي ساتردي ارت نايت اللي انا بعمله، واصلا المكان ده مكان في النمسا او استراليا مش فاكره. المهم ده اصلا اول مكان اداني انسبريشن ان انا نفسي اعمل المكان بتاعي مكان ارت، فالمكان ده بحبه قوي. عندي تعليق على دي، لما جيت كتبت I get paid for being me كان قصدي ايه، وكانت حاجه ليها علاقه بساتردي ارت نايت. مش عارفه انتوا عارفين ولا لا، بس لو انتوا مش عارفيني اصلا انا بعمل ايه في حياتي، انا بعلم ناس فنون. فعندي برنامجين، كان عندي برنامجين، في واحد منهم دلوقتي بوست اسمه ساتردي ارت نايت. ده لقاء اسبوعي للبنات الكبار اللي في سني، بنعمل فيه ارت بشكل حر وبشكل اكسبريسيف، بنعبر عن نفسنا بالفنون. ممكن تعرفوا عنه اكتر من انستجرام. وعندي برنامج تاني للاطفال اسمه جونيورز، بنستخدم فيه الفنون للتعبير وللتعليم والكاركتر بيلدينج او تطوير شخصياتهم. ف جونيورز بقاله اكتر بكتير من ساتردي ارت نايت. بس انا السنه دي مريت السنه اللي فاتت كنت حاسه 2023 بدات ساتردي ارت نايت، وجونيورز بداته 2022. فالسنه اللي فاتت 2023 كنت بحس انه واو I get paid for being me. انا بعمل الحاجات اللي انا بحب اعملها بشكل ناتشرال جدا، بستمتع، بعبر عن نفسي وباخد فلوس، بلعب مع اطفال، بعمل ارت، بقابل بنات، بنتكلم في الحاجات اللي احنا بنحبها، وفي الاخر باخد فلوس. فجت عندي الفكره دي بتاعت I get paid for being me. كان قصدي وانا بحط الصوره دي في الفيجن بورد انه انا بحصل على المال بسهوله
اللي هو نفس الكلام بتاع الصورة الثانية. Money comes to me easily, frequently and abundantly. بس اكتشفت ان انا لما السنة دي وقعت في مرحلة كده مش حلوة نفسيا، وكنت مش قادرة، ما كانش عندي رغبة في الابداع، ولا كان عندي شغف، ولا كان عندي اي حاجة. اللي حصل انه جونيورز كمل، لان جونيورز ليه ستراكشر واضح، برنامج شايل نفسه، وانا كنت بنزل بأدي المهام بتاعتي فيه الحمد لله على اكمل وجه. محدش من الكلاينتس حس باي حاجه، بس كنت بنزل ادو ماي ورك، وهو اللي طلعني اصلا من اللي انا فيه. عكس ساتردي ارت نايت كان قايم على being me، فكان قايم على الويل بينج بتاعي. فلما انا بقيت مش قادره هو وقف، او انا بصراحه وقفته، لانه انا مش قادره كل مره اكرييت فكره وانرجايز البنات والحاجات دي كلها، فوقف. دي من الحاجات اللي انا اتعلمتها السنه دي، وحاليا انا قاعده شغاله على الاستراكشر بتاع ساتردي ارت نايت عشان يرجع قوي جدا زي الجونيورز، واديله من روحي، بس هو ما يكونش معتمد على روحي، وفي نفس الوقت هو قايم على ماي نيتشر، يعني قايم على انا مش بضغط على نفسي وانا بعمل اي حاجه فيه، بس هو مستقل عني. مش عارفه، يا رب تكون الفكره واصله لكم. دي حاجه اتعلمتها عامه، يعني بناقشها معاكم، مش حاجه في الفيجن بورد بتاعكم. بس يعني بقى اكتر حاجه بجد حسيت ان هي اتحققت السنه دي هو الدعاء ده. اللهم ارزقني السعه في قلبي وعقلي وديني وعلمي وصحتي ووقتي ومالي وحبي وقدرتي وعطائي، وفي الصالحين من حولي وقبولي لديهم. الدعاء ده من اكتر الحاجات اللي انا حاسه ان هي الحمد لله الحمد لله الحمد لله اتحققت في السنه دي، واتحققت بشكل اكبر من اللي انا كنت مدركاه لما حطيته. بس عامه انا دايما بحب ادعي بالسعه، بس عشان حاجه توسع بيحصل لها كده. فقدام كل الساعه حلوه، قدام ما قلبك بيتسع عشان يساع حاجات حلوه، لازم يحصل حته كده ان هو يتسع، ان هو يساع كمان خساره. يعني عشان الحاجه، يعني دي من الحاجات اللي جات لي السنه دي، انه مثلا ايه، الحمد لله انا بدات 2024 كان عندي جونيورز 1 خلص، وجونيورز 2 والحمد لله كانوا لسه مكملين. جيت في الصيف كنت محتاجه اعلن عن جونيورز 3، كنت خايفه ان انا قلبي، يعني هدفي من جونيورز ان انا يكون في ولاد بيجولي بنعمل فن حر وبنلعب ارت وبتيح ليهم مساحه وخامات كتير، كان اتحقق مع جونيورز 2. كنت خايفه ان انا ما اقدرش احب جونيورز 3 بنفس القدر. بس لما جم الحمد لله ولقيت ان لا انا عارفه احبهم، فلقيت ان قلبي بيتسع بيحب اطفال اكتر. وبعدين بقى في جونيورز 4 كمان السنه دي، فدي اول سنه يبقى فيها 2 راوندز من جونيورز، وبنجهز للجونيورز 5 ان شاء الله في اجازه نص السنه. وجونيورز 2 لسه مكملين، فلا انا قادره احب ولاد اكتر وقادره اساعد ولاد اكتر. كان لازم يكون في خساره برضه. فلما خسرت التليفون بتاعي، ولو انتوا مش عارفين احكي لكم القصه دي، وفي كام حاجه كده دمها تقيل حصلت، حاجات وحشه، في الاخر بتنورماليزي الحلو ان انت بقى الحمد لله عندك اطفال كتير بتساعديهم وبتلعبي معاهم، وفي نفس الوقت الخساره بعد ما كانت كبيره بالنسبه لي بقت بسيطه. وده تارجت تاني انا كنت حاطاه في الفيجن بورد، او حلم او هدف تاني انا كنت حاطاه في الفيجن بورد، ان انا الخساره الدنيويه، ان ربنا يصغر الدنيا في عيني، وان هو يديني الدنيا في ايدي بس مش في قلبي. اللي حصل ان هي كانت في قلبي، فانا لما خسرت التليفون لا كانت في قلبي بصراحه. فالحمد لله ده نوع من التخلي برضو، او نوع من ده حلم برضو اتحقق على فكره عن طريق ان انا خسرته وعشت بعديه عادي. فالساعه لازم يكون فيها كده. الحمد لله حلم الساعه السنه دي اتحقق بتدبير ربنا، يعني الخبير الحكيم العليم اللطيف الحمد لله. فكنت عايزه اقول انه احيانا احنا بنحط معنى عايزينه يكون موجود في حياتنا، بس ما بنكونش مدركين او واعيين ابعاده. نحط كلمه احنا متخيلين بيها حاجه بس مش متخيلين معناها.
تمر، أدعية، ووردة. اللهم أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. بعدين عندنا هنا هقول لكم بقى كل الحاجات اللي في الكادر. الرخصة الحمد لله دي من الحاجات اللي اتحققت. وانا بتعلم بقى وانا بطلع الرخصة عرفت ان البوزيشن ده غلط فمش هعمله. يعني كان نفسي اتصور الصورة دي 1 مليون فولورز، حطيتها جنب الرخصة عشان حسيت ان هو حلو قوي ان انا كأني قائد وفي مليون فولورز. بس انا كنت عارفة ان الرقم ده كبير، انا بس حطاه عشان زي ما قلت لكم موضوع الاكسبوجر اللي كنت عايزاه هنا، او فور مور اند مور. كنت عايزة ابقى مستعدة لفكرة ان انا يبقى في ناس كتير في حياتي عامة. الكادر ده من مسلسل كوري كنت بتفرج عليه وخدت له سكرين شوت. بعشق الفيجوالز بتاعه المسلسلات الكوري، وكان مكتوب حين يكون العالم عند قدمه كده. في شخص هنا هو لو شايفينه، فده كان شخص شرير. مش عارفه المسلسل ده تقريبا 81 كلاس، بعشقه، اتفرجوا عليه. وهنا بقى انا اللي كتبت ده، اللهم اجعل الدنيا في يدي وليست في قلبي. ودي كانت امنيه صادقه جدا وربنا حققها لي عن طريق التليفون. بصوا مكتوب عليه ايه: انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد. الله جاب، الله خد، الله عليه العوض. دي قصه التليفون. انا كان معايا تليفون جبته سنه 2018، كانت مامتي جابه لي هديه التخرج من الكليه. بس انا بيكي قوي في شراء حاجتي وما بحبش يكون عندي حاجات كتير، لان انا بحب حاجتي بصفه شخصيه كأن بني ادمين. وبعدين احنا دلوقتي مش عارفه انتوا بتشوفوا الفيديو امتى، بس احنا دلوقتي في 2024، فالموبايل ده قاعد معايا من 2018 لحد 2024، 6 سنين. انا كبرت فيهم جدا. اول 6 سنين بعد التخرج عملنا حاجات كتير قوي فيه في الشغل، صورت بيه فيديوهات ليوتيوب، صورت بيه شغلي وعملت ونزلته على السوشيال ميديا، وعملنا شغل كتير، صورنا ذكريات كتير قوي. فكنت بحبه قوي، وهو كان عمال ينهار ويبوظ وانا عماله احافظ عليه. غيرت له بطاريه وشاشه وكاميرا، فاستثمرت فيه كتير بصراحه. بس هو خلاص يعني كل حاجه ليها عمر زمني. فلما وبعدين الميموري بتاعته بقت مليانه قوي، فقررت انه اجيب موبايل جديد السنه دي ان شاء الله، او يعني السنه اللي خلصت. كنت عايزه اجيب 13 برو ماكس، وكنت ناويه، صاحبتي يعني كانت بره وكانت نازله على رمضان، وكنت ناويه ان شاء الله اقول لها تجيبه وهي جايه في اول شهر 3. رمضان كان في نص 3، 11/3 تقريبا. في اول شهر 3 حصل التعويم الجديد وسعره زاد 10000 جنيه، فطبعا خرج بره البادجت بتاعتي. وانا كان الموبايل اللي معايا ايه، ماشي حاله، مضايقني بس ماشي حاله يعني. فخلاص الفكره ساعتها خرجت من دماغي بسهوله يعني عشان الموبايل ماشي. بعدين الموبايل بقى قطع خالص في اول شهر 5، وكنت ساعتها بشتغل في مشروع التخرج بتاعي في الدبلومه، فكنت محتاجه بقى اجيب تليفون جديد. حاولت اصلح القديم بطرق كتير ما اتصلحش. ساعتها جبت تليفون جديد 5 ايام مثلا، احدث من اللي ضاع، كان 15، او احدث من اللي كنت عايزه اجيبه قصدي، وبعدين سعره زاد كان 15. وجبته بسهوله قوي لدرجه ان انا حسيت ان انا ما اخترتوش، وحسيت انه الله يعني ربنا قفل لي طريق الموبايل نص نص، او اللي هو مش نص نص، اللي هو القديم يعني اقدم سنه برضو كان موجود منه يوز ده عشان كانوا بطلوا ينزلوا منه جديد وكده. فوقف لي حاجه واداني الاحدث منها مرتين، فحسيت انه الله، وحبيته قوي بقى. كان صغنن ولونه بينك، وانا بحب قوي موبايلات البينك. بعدين اتسرق من شنطتي، فساعتها بقى انا انهارت بصراحه. انهارت اولا عشان كنت بحبه برضو، انا بحب الحاجات قلت لكم. وبعدين اتسرق، حسيت ان انا اتسرقت، فاهمين؟ كان عندي بقى ايمان دفين ان هو هيرجع، وقعدت عملت محضر وقعدت الف في مليون حته 4 شهور وانا مستنياه، وقاعده وعايشه بموبايلات. مش عارفه ازاي كنت عايشه بيها بس اتعلمت انه بجد ما تحطيش، عادي الدنيا بتمشي. وعملنا 2 راوندز من جونيورز ووثقنا الشغل وعملنا ماركتينج والناس جت الحمد لله، والدنيا مشيت يعني، فاهمه؟ الاحسن يبقى معاكي موبايل حلو. ساعتها كنت موقفه كونتنت خالص وبس. بعد كده جبت موبايل تاني، وسامسونج اللي انا بصور بيه دلوقتي، مش ايفون. الحياه مشيت وبطلعش ايفون اللي هو يا هنا يا هناك يعني. فدي قصه التليفون. ولما ضاع دي قصه بقى، انا ليه شلت اللوحه من الحيطه. لما ضاع بقيت كل ما ابص على الصوره بتاعته ازعل قوي، فقررت اكتب عليها الجمل اللي انا كتبتها عليها دلوقتي عشان اصبر نفسي. بس برضو كنت كل ما ابص عليها ازعل قوي.
جنب ان برضو باقي الاهداف. ودي بقى اللي لما انا زعلت قوي ما كنتش عايزه اعمل اي حاجه، وقفت ساتردي ارت نايت وساعتها بقى جونيورز 3 هم اللي سحلوني وخرجوني من كل اللي انا كنت فيه. بقيت مش مركزه في حاجه في حياتي غير معاهم. فهم بصراحه ساعدوني كتير، وهم كانت حواراتهم كتير وكده، ساعدوني فعلا ان انا اخرج، هم وجونيورز 2 يعني، عشان انا عارفه ان الاقيهم بيتفرجوا دلوقتي. هاي انجي. فبعدين بقى في شهر 10 او 11 بدات بقى اشتغل على الاهداف التانية، وعملت الرخصه واتحمست وقلت ايه ده، في اهداف بتتحقق اهي، اهداف بقى ماديه. ورجعت الفيجن بورد على الحيطه. اخر حاجه ممكن نقولها هي الصوره الكبيره بتاعتي دي من الحاجات اللي حققت الحمد لله شويه السنه اللي فاتت. ان انا لقيت، انا بقالي فتره بدور على عبايه بس ما كنتش لاقيه حاجه احس ان هي بتعبر عني، فالحمد لله السنه اللي فاتت لقيت ده اسمه هودي دريس. هي عبايه بس الماتيريال بتاعتها هودي، فحسيت انه واو that looks like me، يعني modest وكاجوال في نفس الوقت وبسيطه وكده. والصوره دي حطيتها لنفس الهدف، الصوره اللي هي بتاعت البنت والولد. حسيت ان البنت مودست كده، ومع انها مش بلبس خمار ومش ناويه، بس يعني حسيت ان هي جميله. وبرده بحب قوي عبايه الصلاه ولا العبايه بتاعت الرجاله دي، فحسيت ان الصوره جميله. good for me. وبس هنا that refers to الاكل. بس حسيت ان هي فيها لعب شويه واكسبريسنج وارت، ان هو مش اكل عادي، مش طبخ عادي، بيتزا كده وشكلها لطيف. لطيف ولذيذ مع بعض. فلسه ما عملتش بيتزا، بس السنه دي علاقتي بقت اقوى بالمطبخ من السنه اللي فاتت، فحبيتها بصراحه. وهنا كنت عايزه اني اشتري الانسيال ده، وبصوا الحمد لله. بس برضو نفس الحكايه بتاعت التليفون، لازم دي اللهم اجعل الدنيا في يدي وليست في قلبي. فبرضو لو ما كانتش اتحققت كان المفروض اكون مرتاحه اكتر مع الفكره. انا كنت مرتاحه بصراحه معاها يعني. بس كده بتكون كل صور الفيجن بورد بتاعت 2024. بصراحه مش حاسه اني عايزه اشيلها، يعني حاسه ان انا لسه عايزه اسيبها. هعمل فيجن بورد ان شاء الله ل 2025، بس مش عايزه اشيل دي عشان حاساها ثيم حلو لحياتي، حاساه بيعبر عن الكومبو اللي انا عايزه اعيش فيه، بغض النظر بقى عن التايم فريم. بس اللي هخلي بالي منه في اللوحه الجديده بتاعت 2025 ان هي تكون محدده اكتر. الاهداف تكون متنوعة ما بين الأهداف الكبيرة اللي محتاجة وقت كتير زي سنة أو 6 شهور أو كده، وما بين الأهداف اللي ممكن تخلص في أسبوع، في شهر، عشان يعني إنجاز الأهداف الصغيرة. لما أحس إن في أهداف كتير بدأت تتحقق أحس إنه أوكي هتشجع إني أحقق الأهداف الكبيرة. يعني برضو من الحاجات اللي خلتني أشيل اللوحة لما الموبايل اتسرق إن أنا بصيت لقيت مش حاجة اتحققت، فبقيت محبطة بالنسبة لي. فلا يعني هنوع ما بين الأهداف اللي محتاجة وقت قليل واللي محتاجة وقت كتير. ومهم ان هي تكون الأهداف عامة منطقية بالنسبة لسنة، يعني لازم تكونسيدر. عارفين من ضمن الحاجات يعني فرق ما بين التحفيز والتعجيز، ان مثلا لو حاجة محتاجة 1.5 سنة اقول ان انا هعملها في سنة، فساعتها احس ان انا ممكن اضغط نفسي واعملها في سنة. لكن لو حاجه محتاجه 5 سنين يعني 1 مليون فولورز، دي انا كنت بصراحه عارفه ان انا حطاها لنفسي ك state of mind، لكن بتكلم بصفه عامه يعني. فموضوع ان احنا تكونسيدر او نراعي المده اللي احنا بنحط الهدف فيها. مهم قوي انه احنا تبقى علاقتنا النفسيه مع اللوحه دي ان هي لوحه بتشجعني اسعى في المتاح ليا، مش لوحة بتسجني في الحاجة دي بس. لانه انا بعد 6 شهور هبقى اكبر من دلوقتي، فممكن اصلا تظهر في دماغي حاجات تانية، ممكن حاجات فيها تبقى مش valuable بالنسبة لي زي دلوقتي. ربنا سبحانه وتعالى حكيم وعليم ولطيف وخبير، فهو شايف لي احسن واكتر بكتير من اللي انا شايفاه لنفسي. فلما حاجة تحصل عكس اللي أنا كنت بفكر فيه
سواء انا شايفه الحاجه دي حلوه زي موضوع الموبايل القديم والجديد، او شايفاها وحشه زي موضوع الموبايل اتسرق، اكون مرنه اكتر. فدي لوحه بتشجعني اسعى في المتاح ليا، مش بتسجني فيها وفي الحاجات اللي فيها سبيسيفيكلي. فكروا دايما كده انه انا اللي عندي 25 ما ينفعش احدد حياتي لأنا اللي عندي 26. يعني فاهمين؟ انا كنت صغيره لما حطيت الحاجات دي، اصغر من دلوقتي اتليست سنه او 6 شهور 7 شهور. اوكي، فستي تيوند للوحه بتاعتي بتاعت 2025، وانا متشوقه جدا اشوف لوحاتكم. فهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. اللي عايز يشارك اللوحه بتاعته معايا يا ريت ابعتولي في اللينكات اللي تحت. وممكن تتابعوني برضو على كل الابلكيشنز التانية، ويا ريت تتابعوني هنا لو انتم مش عاملين سبسكرايب، اعملوا سبسكرايب واختاروا كلمة all عشان تطلع لكم نوتيفيكيشنز، عشان انا ان شاء الله واحد من اهداف السنة الجديدة بالنسبة لي ان انا لازم ارجع، وان شاء الله هسعى للبرنامج بتاعي. وبس سبسكرايب بقى ولايك وشير وكومنت الحاجات الحلوة بتحصل تحت دي. ودايما ما تنسوش تكونوا مبسوطين وتملوا العالم حاجات حلوة اكبر منكم بكتير.